تمامًا، وبدأت تاكل في المحاصيل إلى درجة إن بقية المزارعين قالوا إنه خلاص فسد، محاصيله كلها راحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طيبين؟ إن شاء الله دايمًا تكونوا طيبين. اليوم قصتنا الحقيقة مختلفة تمامًا، دايمًا كنا نقول قصص قديمة جدًا، لكن اليوم قصتنا حصلت قريب. قصتنا اليوم عن العطاء وعن الأرزاق، وكيف إن رزقك مكتوب لك من قبل رب العالمين يخلقك، حتى من قبل خلق السماوات والأرض، حتى من قبل خلق العرش في اللوح المحفوظ، هو أول مخلوقات الله. فقصتنا اليوم عن مزارع حصل له موقف راح ينحكي لمدة سنوات. مزارع من المزارعين، إنسان طيب وكريم وفيه أخلاق رفيعة جدا. كان شخص زي بقية الأشخاص، يزرع وفي الأخير يحصد الزرع هذا كامل ويروح يبيعه ويتكسب منه ويترزق، يعني زي بقية المزارعين. وهذا المزارع كان في منطقة زراعية، وكل اللي حوله من أصدقائه وأقاربه مزارعين زيه، يعني طبيعة القرية اللي هو عايش فيها أغلبهم مزارعين ويأكلون ويشربون من مزرعته. كانوا المزارعين هذولا يتأذون جدا من الطيور لأنها تأكل محاصيلهم، فتخرب عليهم الزرع وتأذيهم دائما، فكانوا دائما يا يرشون مواد صناعية أو يحطون فزاعات عشان الطيور تخاف من الفزاعات وتهرب وما تأكل الزرع. وكانوا ماشيين على هذا النمط إلين في يوم من الأيام هذا المزارع الطيب فكر في يوم من الأيام إنه ما يحط فزاعات ولا يرش أي مواد كيميائية تطرد الطيور وأي دابة تأكل من زرعه. واللي وقتها بقية المزارعين فكروا إن هذا الشخص يعني يمر بحالة نفسية فظيعة، لأن أكيد 200% كل اللي في مزرعتك راح ينأكل، ما في شيء راح يبقى في مزرعتك، كل شيء راح يروح عليك. لكن هذا الرجل المزارع كان عنده يقين بأنه الرزق اللي مكتوب له من هذه المزرعة راح ياخذه، واللي مكتوب للطيور هذه والدواب هذه راح ياخذونه، حتى لو يحط فزاعات من هنا لين بكرة. فقرر في يوم من الأيام إنه ما يحط فزاعات، وفعليا هذا اللي سواه. وقتها كان كل المزارعين اللي حوله يأذونه، كانوا يسبونه ويقولون إن هذا الشخص فعليا مريض نفسي، أنت إنسان ما تفهم شيء، لا تفهم في الزراعة ولا شيء، أو أنك فقدت عقلك فعليا، بديت تخش في مرحلة جنون، أنت ما أنت طبيعي يا حبيبي، لازم تروح تتعالج. لكن هذا المزارع ما اهتم لأي شيء يقولونه تماما، أصر على فعلته هذه، وقال في وجيه كل شخص كان رافض فكرته هذه اللي لي راح آخذه، واللي مو بلي ما راح آخذه تماما، حتى لو بيطيح في الأرض وتاكله الأرض. بدت المحاصيل حقته تنضج، وبدت الطيور تلاحظ المحاصيل هذه وتجي على مزرعته. ووصل مرحلة أن الطيور قفلت عليهم السماء بسبب مزرعة هذا الشخص اللي ما حط لها فزاعة، واللي وقتها فعليا أثبت للبقية بأن هذا الشخص فعليا مريض، أو أنه فعليا ما دور على أي شيء في الحياة، خلاص بايعها، يعني ما بقول الكلمة لكنه بايعها، خلاص انتهى. الطيور فعليا قفلت السماء تماما وبدأت تاكل في المحاصيل إلى درجة أن بقية المزارعين قالوا أنه خلاص فسد، محاصيله كلها راحت. كان في يوم من الأيام هذا الشخص ناوي يطلع طلعة، أو خرج من المنطقة اللي هو فيها بيقضي بعض الحوائج اللي كان ناوي ياخذها. توكل على الله عنده وصل لمرحلة عالية جدا، استودع الله مزرعته وخرج هذا المزارع عشان يقضي حوائجه. وبعد ما رجع هذا المزارع ضربت عاصفة قوية على المنطقة كاملة. كانت هذه العاصفة جدا شديدة إلى درجة إنها بإمكانها تفسد المزرعة حقته وبقية المزارع، يعني راح تفسد كل المحاصيل لهذيك السنة. ولا تنسون بأن هذا المزارع وبقية المزارعين هذا رزقهم، هذا الشيء اللي يأكلون منه، يأكلون أطفالهم، يعني لو راحت المزارع هذه كاملة ما راح يأكلون، يعني بيجلسون يتشحتون عند أي مكان عشان لقمة العيش، أو إنهم بيتسلفون أو بيضطرون. يعني في الأخير رجع هذا المزارع وكان في قلبه حزن شديد، لأنه تعب على المزرعة وتعب في سقايتها، منتظر اللحظات الجميلة بعد ما يحصد هذه المزرعة ويأخذ محاصيلها ويأكل منها ويبيعها ويتكسب ويترزق الله. مر على بقية مزارع القرية اللي كان عايش فيها، وكانت كل المزارع مدمورة تماما. كان الشخص دمعته على خده ويقول لله ما أعطى ولله ما أخذ.
مشى هذا المزارع إلين بدت له مزرعته من فوق التبة اللي كان طالعها، إلا ومزرعته ما انكسر فيها غصن واحد ولا شجرة واحدة ولا صار فيها أي ضرر، زي ما هي. يا اخوان، انتم متخيلين ان القصة هذه قريب وان العاصفة هذه كسرت كل المزارع الا مزرعته؟ يعني شيء عجيب جدا. طبعا تعجب هذا الشخص بشكل، يعني جلس يقول سبحان الله سبحان الله الين وصل مزرعته وهو في حالة دهشة. ومو هو فقط، بقية المزارعين اجتمعوا حول المزرعة هذه اللي ما صار فيها شيء من هذيك العاصفة الشديدة اللي حصلت. وما كانت الصدمة هنا فقط، كان هذا المزارع دائما ينتج كل سنة 6 أطنان من المحاصيل، لكن هذه السنة كانت المحاصيل 8 طن، يعني تقريبا زاد 2 طن عن كل سنة ماضية. شيء عجيب تجمدت له الأبصار. هذه القصة حقيقة علمتني أشياء كثير، بأن ليش خايف؟ ليش أنت إنسان مستعجل رزقك؟ ليش أنت إنسان متوتر من كل شيء؟ والله العظيم ما في أي أحد في العالم هذا راح يموت وباقي له في الحياة هذه ذرة من رزق. راح كلنا نستوفي أرزاقنا. السارق أخذ رزقه واستعجل رزقه وسيعاقب على استعجاله لرزقه، واللي فقدته مو بلك، واللي أخذته فهو نصيبك. لازم تتذكر وفي السماء رزقكم وما توعدون.